رايح جاي على الحمام، وساعات تانية بيكون في امساك مزمن وتلاقي نفسك زهقان ومخنوق ومش طايق حد. هقول لك الحكايه اسمها القولون العصبي. القولون العصبي ده مش مرض عضوي، ده اضطراب وظيفي في الجهاز الهضمي، يعني تلاقي القولون شغال بس مزاجه متقلب حبتين. انا مزاجي بس قبلته انت يا قلبي. انا على مزاج. طيب امتى اقول ان الاعراض دي اعراض القولون؟ هقول لك ان على الاقل الالم بتاع البطن ده بيجي مره واحده في الاسبوع لمده 3 شهور ورا بعض، وكمان بيجي مع الالم ده يا اما امساك يا اما اسهال او الاثنين مع بعض، وده بيدخلني في سكه ان انا عندي 3 انواع من القولون العصبي. عندي اول واحد الاريتابل باول سندروم كونستيبيشن، ده عندي القولون العصبي جاي معاه امساك. تاني نوع irritable باول سندروم دايريه، ودوت القولون العصبي جاي معاه اسهال. وفي اللي بيكون الميكسد irritable باول سندروم ميكسد، ده بيكون شويه امساك وشويه اسهال، يعني عمال يستعبط. استنى، مش قصدي ان هو الشخص نفسه بيستعبط، لا القولون بيستعبط. طيب ايه سبب القولون العصبي اصلا؟ هقول لك والله هو سببه مش معروف 100%، بس في حاجات بتزود مشاكله او بتخليه ان هو يطلع ويجننك. زي ايه؟ زي الاكل الحراق طبعا، او الاستريس اللي هو التوتر والقلق والكلام ده كله. الحاجات دي ممكن تزود لك، تقول لك والله ده انا قلقان، خصوصا ان الناس اللي هي في الامتحان تقول لك ده انا القولون بص مش مخليني ان انا عارف اعمل اي حاجه خالص. ارحم امي العيان من كتر التوتر والقلق بتاع الامتحان. كمان في حلقه وصل بين المخ والجهاز الهضمي اسمها الجات برين اكسس، دي لو حصل فيها مشكله او ضعف في التواصل، ان المخ مش عارف يتواصل مع الجهاز الهضمي كويس ويقول للقولون يشتغل كويس، فبالتالي بيحصل مشاكل بتاعه القولون العصبي، بيبدا ان هو يتجنن، ان الاشارات متلخبطه. ما علينا من النقطه دي. طيب ايه كمان؟ عندي الناس اللي عندها حساسيه زياده في الامعاء، ده برضو ممكن يعمل لي مشاكل القولون العصبي. طب والاعراض؟ هقول لك خلاص اعراضه معروفه، الم في المعده، انتفاخ، غازات، وممكن يصاحبها حاجه من الاثنين، يا اما اسهال يا اما امساك. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. او الاثنين مع بعض، وده قلنا بيرجع ليه نوع القولون العصبي اللي عندي. طيب العلاج بقى، هقول لك ان اول حاجه لازم 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 اغير اللايف ستايل بتاعي. انا جاي اقول لك كلمه واحده بس، اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اجرب اكل اكل صحي ومنظم، انام كويس، العب رياضه بانتظام، اقلل على قد ما اقدر الاسترس والتوتر اللي انا بكون فيه، احاول ان انا ابعد عن بعض الاكلات زي البصل، الثوم، البقوليات، الالبان، الحاجات اللي فيها لاكتوز بنسبه عاليه، منتجات الالبان بشكل عام، كمان الحاجات اللي فيها فركتوز اللي هو سكر الفاكهه بشكل عالي زي التفاح والكمثرى. الحاجات دي يفضل ان انا اقللها لانها بتهيج القولون او بتتعبه. طيب لو ايه بقى على حسب نوع القولون العصبي، لو مثلا كان بامساك، اول حاجه بكون بلجأ لها هو حاجات فيها سيليوم او بولي ايثيلين جلايكول، الحاجات دي ممتازه جدا. وعندي ادويه كمان حلوه اسمها برو سكريتوري ايجنت، اللي هي الحاجات اللي فيها الليناكلوفايد والبروستول. ديت اهميتها ايه؟ ان بتزود لي الفلويد والسكريشنز اللي هي الافرازات والسوائل اللي موجوده في الامعاء، فبالتالي بتسهل لي عمليه الاخراج. ايه كمان؟ عندي دواء اسمه البروكالوبرايد، ده بستخدمه على الحالات الشديده جدا جدا. طيب بيعمل ايه؟ بيزود لي الجات موتاليتي او بيحسن لي الجات موتاليتي، ان هو بيحسن لي حركه الامعاء علشان خاطر تسهل عمليه الاخراج. طب لو كان بقى مصاحبه اسهال، هقول لك عندي دواء اسمه اللوبيراميد. اللوبيراميد ده بيمسك لي الدنيا شويه، يعني بدل ما كنت بدخل الحمام 5 6 7 مرات، لا خليها 2 3 بس. وعندي دواء كمان اسمه كوليستيرامين. ما تنساش طبعا الادويه اللي فيها ريفاكسامين، ديت تستخدمها مع الناس اللي عندهم نمو زياده في البكتيريا في الامعاء. وانا مش ممكن ادي انتي سبازموتيك علشان خاطر اقلل التقلصات والشد اللي بيحصل سواء في الامساك او الاسهال، هقول لك اه طبعا لازم اديه. ممكن ادي حاجات فيها هايوسين، ميثايل سلفيت، ميبيبرين، النعناع، بيبرمنت اويل، ممكن تشرب كوبايه نعناع كده هتريح معاك الدنيا خالص. طب احنا كده قلنا لو كان في امساك او لو كان في اسهال. طب لو كان في الاثنين بقى شويه كده وشويه كده اللي هو الميكسد، هقول لك ده في الاغلب بيحصل في حالات التوتر والقلق الزياده. بقول لك ايه، مش عايز قلق عشان داخلين على شغل جامد. ها فانا ممكن ادي ليبروكس او كولونا، دولت ممتازين جدا لانهم بيرخوا العضلات بتاعه الجهاز الهضمي فهيسهلوا لي الدنيا. الخلاصه القولون العصبي مش خطير لكنه مزعج، بس لو اتبعت اسلوب حياه صحي وخدت علاجك المناسب بانتظام هتلاقي نفسك مرتاح والدنيا لذيذه. دمتم بخير.